أي حد بيفكر في الاستثمار العقاري بشكل خاص. فكرة الاستثمار عامة هنتكلم فيها في الفيديو ده، وهيكون فيديو إن شاء الله بإذن الله مفيد لكل الناس اللي هتتفرج عليه. مش حابب أطول عليكم. هنتكلم في الأول في سؤال دايما الناس بتسأله: هل فعلا الاستثمار العقاري ممكن يغير حياة إنسان، أو ممكن يفيده جدا، خصوصا في تشعب الفرص الاستثمارية في السوق الاقتصادي دلوقتي؟ الاستثمار العقاري فعلا ممكن يغير حياة ناس كتير جدا. ودايما الناس برضو بتسأل: هل الاستثمار العقاري ليه شروط معينة، ولا اي استثمار هو اسمه استثمار وخلاص، بالذات في العقارات؟ يعني انا اي وحدة اخدتها كده ولا كده هي اوريدي هتزيد. هل ليه شروط عشان خاطر انا ازوده بشكل اكبر ولا لا؟ ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده النهارده. وحابب ابدا مبدئيا بشروط الاستثمار العقاري. ليه الاستثمار العقاري ليه شروط عامة؟ الاستثمار العقاري عشان خاطر يكون بيرفكت، او يكون انا اخدت منه اعلى عائد استثماري، وهعرف العائد الاستثماري في اخر الفيديو. بس عشان انا اوصل لاعلى عائد استثماري لازم يبقى في مراحل بمشي عليها وشروط لازم اخصصها للاستثمار بتاعي. عملتها انا هاخد افضل عائد استثماري، ما عملتهاش انا برضو ستيل بستثمر في العقار. تمام. اول الشروط دي ان انا اكون باخد سعر بكر. ايه هو السعر البكر؟ هو بدايه الكونستراكشنز. انا باخد في اللونش بتاع المشروع، انا ببني معاك. تعالى يا مقاول، انا حاطط فلوس معاك، ببني معاك، فانا بكسب زيك ويمكن اكتر منك كمان مستقبليا بالنسبه للحصه اللي انا باخدها. تمام. في مستثمرين كبار جدا بدل ما بيتجهوا للتطوير العقاري اللي انا اخد قطعه ارض وبعد كده ابني عليها، لا، بيتجهوا لواي تانية، ان هم ياخدوا حصه من بعض الشركات اللي لسه بتعمل لونش. تمام. يبقى اول حاجه احنا عندنا السعر البكري. تاني نقطه معانا اللوكيشن. اللوكيشن بتاعي انا مستقبله ايه؟ انا واخد دلوقتي في منطقه زي منطقه نيو زايد. ليه نيو زايد؟ عشان خاطر هي الاكستنشن بتاع زايد، بس دي صحراء، بس قدام مش هتبقى صحراء. فهو ده اللوكيشن، النظره الابعديه بتاعتي. اللوكيشن بتاعي ده هيبقى عامل ازاي مستقبلا؟ في اسكندريه، في منطقه زي منطقه صواري. يا عم دي صحراء. دلوقتي لما نيجي نبص على صواري هنلاقي ان الموضوع اختلف نهائيا. اتبنى جزء كبير جدا منها، الرؤيه بدات توضح، الفاسيلتيز بدات تكمل، الجيتد كلها بقت كامله، والناس مبسوطه دلوقتي ان هي اشترت هناك بسعر استثماري شويه. ودلوقتي السعر بقى تجاري بحت، لان السعر بقى عالي دلوقتي ومناسب بالنسبه للي الناس بتشوفه دلوقتي. فصواري اصبحت من الايقونات اللي موجوده في قلب اسكندريه، وكمان اللوكيشن بتاعها بقى لوكيشن يعتبر هو السنتر في اسكندريه. ده اللي الناس ما كانتش شايفاه دلوقتي، ودلوقتي بقت بتشوفه، وكل اللي استثمر هناك فهو استثمار ناجح جدا بشكل كويس ومتميز. ده على حسب نقطه اللوكيشن اللي احنا بنتكلم فيها، اللي انت تاخد منطقه تكون مش متعمره قوي، وبعد كده تلاقيها بشكل مختلف وبشكل احسن بكتير. تالت حاجه، وانا شايف ان دي نقطه ممكن الناس تختلف معايا كتير فيها، هو اسم الشركه اللي انا بشتري معاها. هل لازم يبقى اسم شركه كبير ولا متوسط ولا اسم شركه صغير؟ في النقطه دي انا برجح ان انت تشتري مع اسم شركه يكون لسه مش معروف في السوق، لكن هو شغال صح وشغال على مشروع قوي، لكن هو كاسم مش قوي جدا. تمام. لان ده لو قدرت ان انت تصطاد الفرصه الكويسه زي ما بيقولوا، وان انا الاقي شركه لسه بادئه مستقبلا، انت بقى معاك يونت في لوكيشن كويس بسعر بكر وسعره قليل، لان هو مش بيبيع برودكت، مش بيبيع اسم، ده بيبيع برودكت، وكمان مستقبليا هيبقى معاك اسم كمان. تمام. ودي الفرصه اللي بعد كده. طيب هل انا بس لازم اشتري شقه؟ لا، حضرتك ممكن تستثمر باكتر من شكل. ممكن فندقي، ممكن سكني، ممكن تجاري، ممكن اداري، ايا كان، ممكن صيدليه، ايا كان الاستثمار ازاي. بس خلينا نتكلم دلوقتي في الفيديو ده عن التجاري والسكني. تمام. خلينا نقسمهم تجاري وسكني، وانه افضل بالنسبه لي. طبعا الافضليه للتجاري، ده طبعا بعيدا عن الاستثناءات اللي بتحصل في اي حاله، بس الاغلب بيكون في التجاري. ليه يا مدثر الاغلب بيكون في التجاري؟ انا لو خدت حاجه سكني، فانا اخدت مثلا شقه، طبقت الشروط اللي مدثر قال لي عليها والدنيا ماشيه تمام، بعد كده انا كسبت وليكن 120 او 150%، وبعد كده بدات ان انا ابيع، جالي ريتيرن اون انفستمنت من سعر الوحده بس، من الاصل، من سعر الاصل بس.
لكن التجاري كوميرشال انت دخلت في مرحله تانية، اللي انت بتعمل نفس العمليه الدوريه دي مع دخول عائد استثماري ايجاري اللي انا باجر. تمام. طيب كمان عشان خاطر الوحده بتاعتي دي بتتاجر فسعرها بيزيد زياده، ده كمان اللي هيجي يشتري مني، لا ده انت مش هتكسب وحده بس، لا ده انت كمان كسبت وحده تقدر ان انت تاجرها، فهتدفع لي اكتر عشان هتكسب منها. تمام. فبدل ما هكسب 120 150%، لا ده انا هكسب اكتر كمان بكتير، ويمكن الضعف ويمكن اكتر كمان. تمام. اخر نقطه حابب اتكلم فيها في الفيديو ده النهارده، ايه هو الار او اي، او ازاي معادله الار او اي بتتعمل، او ريتيرن اون انفستمنت. هو بيكون التوتال بتاع المكسب بتاعي بقسمه على توتال المدفوع، انا كسبت قد ايه في الفتره دي ودفعت قد ايه. وليكن انا اشتريت وحده 2019 او 2020 وبعتها في 2023، ففي 3 سنين انا بحسب المتوسط بتاع اخر 10 سنين كانت معدل الزياده ازاي، باخد المتوسط وبحطه كمكسب في الثلاث سنين الجايين، وبحسب بقى بعد كده انا توتال اللي كسبته كام بعد ما ابيع الوحده، وتوتال المدفوع من الاقساط والمدفوع سواء كاش سواء دفعت اقساط ايا كان دفعت ايه، وبعمل المعادله دي وبيطلع لي المكسب في الاخر. الاستثمار لازم يكون بالطريقه دي في المجال العقاري، لازم يكون مع حد شاطر تختاره عشان خاطر يوجهك صح. السوق مفتوح، السوق كبير حاليا، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع. معكم انا مدثر من شركه تشانس مستشارك العقاري.